السلام عليكم إخواني أخواتي أصدقائي وأحبابي، مرحبا بكم. حديث الساعة الآن بالمغرب معروف عند الجميع، ألا هو التسريبات اللي سرب المهداوي من اللجنة الأخلاقية، وهي غير أخلاقية الصراحة، اللي بغاو يورطوه بأي وسيلة أو أخرى. ولكن ردوا البال، راه كنشوفوا دابا مؤخرا هاد اليومين هادي البارح واليوم بغاو يلهيونا وبغاو يبدلوا الوجهه ويخلوا الناس تعيش مع واحد المسألة تافهة، ولو أنها هي مهمة ولكن تافهة مقارنة مع التسريبات اللي سرب المهداوي، ألا وهو الموضوع ديال مولينيكس. مولينيكس حنا كنقولوا من هذا المنبر هذا واحد الحثالة، واحد النكرة إلى مزبلة التاريخ. القضاء يأخذ فيه الواجب ويعطيه أقصى عقوبة، حيتاش كان السبب في التشريد والسبب ديال افساد مجموعه ديال الاطفال وكذا، وهو السبب النشر ديال الرذيله وهذه. ولكن هذا ما يخليناش ننساو او نتناساو الفساد اللي فضح المهداوي الصحفي النزيه، ونبقاو دائما دعما للصحفي النزيه اللي هو حميد المهداوي، وننصروه في القضيه ديالو لكي تبان البراءه ديالو، خصوص ديك التسريبات خطيره وخطيره جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.